الاهلي هو اقرب نادي للانديه الاوروبيه، بيحاول ان هو يبقى عنده منظومه وان هو يبقى عنده سيت اب محترم وان هو يقدر ان هو يشتغل صح، يبقى عنده فيجن لقدام وبلان معمول وكل الكلام ده، الكلام ده من سنوات طويله. فانت انت بتنافس وحش، انت بتنافس وحش. وفي ناس بتتريق عليا ميدو بيشيد بالاهلي زياده عن اللزوم، وان هو بيقول ان الزملكاويه ان هم المفروض ان هم ما يتكلموش على المظلوميه ولا الحكام ولا الكلام ده كله. انت النهارده لما بتفضل كمسؤول جوه النادي بتتكلم على التحكيم، بتتكلم على المظلوميه، وبتتكلم ان الاهلي بيتجامل، وبتتكلم ان الزمالك مش عارف، بتتكلم على الكلام ده، انت بتبني جوه الطفل الصغير اللي جوه النادي ان هو دايما عنده عذر ودايما عنده اكسكيوز، ده احنا الحكم، ده احنا كذا. فلما جيت طلعت ان انا قلت الكلام ده اتهاجمت من الزملكاويه، بس ممكن تقول عليا مجنون ميدو، انت مجنون، انت ايه اللي انت بتفكر فيه؟ لكن انا فعلا شايف ان طول ما الناس جوه نادي الزمالك بتفكر في المظلوميه وناقلين الكلام ده للجماهير عن طريق الاعلام الزملكاوي، نادي الزمالك هيفضل بياخد بطوله الدوري كل 6 7 سنين.